علماء دوليين بيقولوا إنهم لقوا أدلة حقيقية على وجود سفينة نوح اللي أنقذت البشرية من الطوفان قبل آلاف السنين. الكلام مش مجرد حكايات أو أساطير، لأ، دي أبحاث ميدانية وحفر وعينات اتجمعت من مكان اسمه تكوين دورو بينار الموجود في جنوب جبل أرارت في تركيا. التل هناك شكله غريب جدا، عامل زي قارب ضخم متحجر، طوله بيوصل لأكتر من 160 متر، يعني قريب جدا من المقاسات اللي اتذكرت في الكتب السماوية عن السفينة. العلماء خدوا عينات من التربة والصخور وطلع فيها رواسب بحرية وكائنات صغيرة، والأعمار بتاعتها بترجع ل5000 سنة، نفس الفترة اللي بيعتقد إنها فترة الطوفان العظيم. كمان الأبحاث اللي شغالة من 2021 لحد دلوقتي بتقول إن المنطقة دي كانت مأهولة بالبشر وغمرتها المياه في لحظة كارثية. بعد الطوفان سفينة نوح رست على جبل اسمه الجودي، واللي موجود دلوقتي في تركيا قريب من ولاية شرناك، وعشان كده في شكل كبير إن الاكتشاف ده ممكن يكون فعلا حقيقي وإن دي سفينة نوح. الأغرب من كده إنهم بيخططوا يحولوا الموقع لمزار سياحي عالمي علشان الناس تشوف بعينها المكان اللي ممكن يكون بالفعل هو سفينة نوح اللي أنقذت الحياة على الأرض. سفينة نوح من الحاجات الغامضة في التاريخ الديني والبحث العلمي. في كتب كتير قديمة حكت إن نوح عليه السلام قعد سنين طويلة يجهز علشان يعمل السفينة. في روايات بتقول إنه قعد 100 سنة يزرع الشجر و100 سنة تانية يقطع ويجهز الخشب، والناس كانت بتسخر منه وتشوفه مجنون. وفي روايات تانية بتقول إنه بناها في 40 سنة بإيديه وربنا كان بيعلمه، وفي اللي بيقول في سنتين بس أو 30 سنة أو حتى بمساعدة الملائكة. الكلام كتير والروايات التلمودية أغرب، والناس قبل الطوفان كانوا بيعيشوا عمر طويل جدا مش زي دلوقتي خالص، يعني ممكن الواحد فيهم يعيش مئات السنين. وفعلا جد سيدنا نوح اللي اسمه موتو شالح اتذكر في الكتاب المقدس إنه عاش أطول عمر الإنسان، وصل ل 969 سنة، والمثير إن موته كان في نفس السنة اللي حصل فيها الطوفان الكبير. أما تكوين السفينة فحسب الروايات القديمة السفينة كان ليها 3 أدوار، الدور اللي تحت للحيوانات والوحوش، والدور اللي في النص للأكل والشرب، واللي فوق للبشر والطيور. كمان نوح كان واخد معاه جسد سيدنا آدم ودفنه بعد كده في بيت المقدس بعد الطوفان ما حصل وأثناء رحلة السفينة. وفي قصة غريبة اتقالت عن الحية والعقرب، في رواية بتقول إن الحية والعقرب طلبوا يركبوا، نوح رفض علشان هم ممكن يسببوا الأذى، بس وعدوه إنهم مش هيضروا أي حد يقول سلام على نوح في العالمين، ومن يومها اللي يقول الدعاء ده ما يتأذيش منهم أبدا. ولحد وقتنا هذا هتفضل قصة سفينة نوح من أغرب القصص التاريخية والدينية وأعظمها.